مرة واحد مصري كان رايح السعودية، فركب الطيارة، لقى في الكرسي اللي جنبه واحدة ست. قعد مفيش مشكلة شوية كده، والست دي استنظرت، وفجأة قالت له: على فكرة أنا بتاعت حوارات وبتاعت مشاكل، وممكن أعمل لك فضيحة دلوقتي إلا إذا طلعت لي تليفونك واديتني الفلوس اللي معاك. بص لها كده وعملها إزاي؟ قالت له: انا بتاعت مشاكل وبتاعت حوارات، ولو ما اديتنيش تليفونك واديتني الفلوس اللي معاك هصوت وافضح الدنيا، واقول انك بتتحرش بيا دلوقتي، واحبسك والم عليك الناس اللي في الطياره. قال لها. قام مطلع ورقه من جيبه، قال لها: اكتبي لي انت عايزه. كتب لها عليها: اكتبي لي انت عايزه مني ايه، عشان انا ما بسمعش ولا بتكلم. كتبت له: انا بتاعت مشاكل وحوارات، لو انت ما طلعتش الفلوس اللي في جيبك واديتني التليفون بتاعك هصوت والم عليك الناس، واقول انك بتتحرش بيا دلوقتي واوديك في داهيه. فلما خد الورقه، حط الورقه في جيبه وقال لها: كتبتي، ظبطتي، انا كده براتي في جيبي، صوتي واعملي اللي انت عايزاه. الشاهد من الكلام ان احنا المصريين محدش يعرف يضحك علينا ابدا. احنا المصريين محدش يعرف يلعب علينا ابدا. مصر دي ام الدنيا، مصر بلد العظماء، مصر. رسمنا على القلب والقلب. يا جدعان انا بتكلم عن مصر. مصر بلد مجدي يعقوب، اكبر واعظم جراح قلب في العالم. مصر يا جماعه. مصر بلد فاروق الباز اللي اخترع جيولوجيا القمر. مصر بلد شريف الصفتي اللي ساهم في التخلص من الإشعاع النووي في اليابان. مصر بلد المهندس هاني عازر اللي صمم محطة برلين، أكبر وأضخم محطة قطار في العالم في ألمانيا. مصر يا جماعة. مصر بلد عبقري الكيمياء اللي اخترع علاج الكيماوي للعلاج من السرطان، الدكتور الكبير أسامة السيد. مصر بلد الدكتور مجدي بيومي اللي خلى الكمبيوتر يفكر بطريقة مخ الإنسان. استنوا أنا فخور، استنوا. مصر بلد العالم الكبير هاني مصطفى اللي أحدث طفرة في عالم صناعة الطيارات. مصر بلد المهندس اللي صمم أكبر توسعات للحرم المكي في السعودية وفي مكة. مصر يا جماعة. وغيره وغيره وغيره. احنا المصريين، احنا اللي بنينا الأهرامات. أنا فخور. مصر بلد الشيخ المحترم العالم الكبير أبو إسحاق الحويني، الله يرحمه. احنا لو بنلتزم في شغلنا في مصر زي ما بنلتزم في شغلنا في الخارج، هنكون قبل أمريكا والصين واليابان بجد والله. هو ده اللي انت فالح فيه، تلوكلوك، انما تشتغل مفيش شغل. والله بما انك كنت مبسوط والفيديو عجبك، ما تنساش تعمل متابعة.